فشل. يعطيكم العافية ومساء الخير، كيفكم يا جماعة؟ طمنونا عنكم. بدنا ننشر فيديو جديد وبإذن الله بده يضرب ترند هالفيديو. عجبكم ما عجبكم بده يضرب ترند. المهم اليوم بدنا نحكي لكم عن الغربة والفشل واليأس والحياة والدنيا والآخرة وشي ارفع شوفك ما في أحلى منا. نحن يا جماعة تغربنا. الآن أول مرة طبعا، هو هاي تاني مرة، وهو عنده فكرة عن الموضوع. أنا متغرب حاليا هلأ بالإمارات أبو ظبي. بدنا نحكي لكم انه شلون الواحد ما بده يفشل وشلون الواحد ما بده ييأس. طبعا الفشل واليأس ما بيمشي الحال. انه الفشل طبعا يعني ببلش خبص بالحكي، تأخر الوقت يعني لا تواخذونا. بس الواحد ما بيفشل لحتى ييأس، بالاخص اللي طبعا بيسمع كلام نحن الناس. صرنا 3 ساعات عم نصور هذا الفيديو لانه اول فيديو، وطبعا شيء اكيد طبيعي. بالاخير ما راح يطلع ظابط، بس ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله بيعجبكم. يعني خلينا نكمل يلا حديثنا. تفضل. المهم بقى الواحد ما بييأس ولا بيفشل لحتى يسمع كلام الناس. يعني على قولة جورج وسوف مطربنا الكبير، كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. بقى الواحد إذا ما له حابب ييأس ولا يشمت العالم فيه. طبعا هلا هذا كان الشاب طالع. العينتين هذا كان أخذنا بضربه يعني. تمام. المهم الواحد إذا بده ما ييأس. طيب تمام هدي شوي، انت لك ما تحكي. يا جماعة الخير، انا طلعت على مصر مشي سنة، طلعت 4 شهور. اول شهر قاعد اخر رواق 100%. فالشغيلة اللي معي بالمطعم بتعرفوا انتوا، بيصير الواحد بياخد وجه عليهم وخلص نتعود على بعض يعني ونصير رفقة. بلشوا والله يحاولوا انه بدهم يحبطوني، بدهم ييأسوني من الاخر يعني. فهن صار لهم 2 سنين ونص ووضعهم ظابط، اخذين سكن وامورهم 100% يعني. والله يا جماعة تاني شهر كله صار يقول لي شو طلعك لهون؟ بلد ما لها ظابطة، ما فيها رواتب، ما فيها شغل، ما فيها اي شيء، اجباري بدهم يأسوني. انا يعني كان عمري لما طلعت 17 سنة، كنت صغير لسه. فيا جماعة الخير والله تاني شهر بلشوا يأسوني كتير، يأسوني كتير. ف كل ما ارجع على البيت فكر بكلامهم، فكر بكلامهم، فكر بكلامهم. الواحد قد ما كان حاطط هدف براسه بده يوصل له، فبس يسمع كلام الناس ما بي ما بيزبط معه، بيصير بييأس. فوالله قعدت شهرين تنايا وما اتحسن، خلص عن جد حسبت على الاخر انه ما راح يزبط معي الوضع. فحملت حالي، حجزت ورجعت. اصعب شغله، انت بس ترجع بتكون مبسوط، بس اصعب شغله لما تشوف اهلك، يعني راح تنبسطوا وانت راح تنبسط، بس لما تشوف انه نظرات امك كانه يأست انه انت والله رجعت فشلان، هاي كثير صعب. والله ضليت 3 شهور قاعد بسوريا بعد ما رجعت من مصر، حس اني فاشل، ما خرجي سفر، ما خرجي شيء. فحطيت هدف براسي، قلت ان شاء الله ان شاء الله بدي يصير، بدي وصل للهدف اللي براسي. وسعيت سعيت 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 والحمد لله ليكني موجود بالامارات بابو ظبي. صار لي 3 شهور والحمد لله الحمد لله الوضع ظابط وان شاء الله. ليش؟ خلص يعني الواحد شو بيقولوا ما بيتعلم غير من كيسه. وانا طلعت على مصر وحكيت لكم شو صار معي هون. خلص كلام الناس ما عاد في له داعي لأي شيء، بس حطوا هدف براسكم وامشوا عليه. والله والله لا تصلوا للي بدكم اياه، بس اسعوا اسعوا. الله سبحانه وتعالى شو قال؟ قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. صدق الله العظيم. اسعى اسعى يا اخواتي، اسعوا. والله ما بيحطك بمكان، لو حتى المكان صعب، لو الله ما له عرفان انك قده ما بيحطك فيه. حط مخافة ربك بين عيونك وامشي واتكل على الله. ايه والله اهم شغله الواحد كلام الناس ما يقرب عليه ابدا. ما هو كلام الناس هو الغلط. انه والله واللي بيسمع كلام الناس، يعني مو بس بالسفر، باي شيء كان. اهم شيء الواحد متى ما اخذ رضا امه وابوه خلص. بعدين الواحد اللي ابوه بيبعته على بلد تانية او بقول له روح اتغرب روح ساوي، وما مشان يحدد مستقبله. يعني ما في اب بيجبر ابنه على شيء.
حابب تسافر بقول له سافر، حابب تضل بقول له ضل. مو مشانه هو، ما مشانه، ما هو خلص أسس مستقبله وصار عنده أولاد وشاف أولاده كبار. هو مشان يشوف ابنه صار أحسن منه. ما في أب ما بيحب يكون ابنه أحسن منه يعني هي أهم نقطة. بس المشكلة إنه ابنه لما بيسمع كلام الناس وما بيسمع كلام أبوه. يعني كلام الناس بضل بقول له بيأس فيه بالأخير بقول أنا زلمة فاشل، ما راح يطلع بيدي يشتغل شيء. أو بيطلع لهون من كتر ما يحكوا العالم بيقعد بالبيت خلاص، بيقعد بياكل وبيشرب وبيتدين، بياكل وبيشرب وبيتدين. بصير بدل ما يجمع المصاري بيبعتوا له المصاري من بلده، بيبعتوا له المصاري من تحت لهون. شو استفاد؟ وبعدين بده يقطع ويرد يرجع. واهم شغله، اهم شغله، اي شيء سلبي بصير معك المكان اللي انت فيه لا تخبر اهلك فيه. بالعكس، فرجي اهلك انك زلمه وقد حالك، وقول لهم انه والله الامور تمام. اذا بتكون عم تاكل اي شغله عمل لهم حالك انك عم تاكل ارجل منه واطيب اكل. فرجيهم لاهلك انه باذن الله باذن الله بس ترجع بدهم يرفعوا راسهم فيك. ولا تيأس، كلام الناس شيله من راسك، ولا تركض ورا مشاعرك. اوعى تخلي بنت تضحك عليك او تركض ورا مشاعرك. واي شغله بتبدا فيها بالحرام نهايتها ما راح ترضيك، والله ما راح ترضيك. وبرجع بقول لك يا حط مخافه الله بين عيونك وامشي اسعى. أهم شغلة الحرام، ويمد للظالمين مدة. يعني واحد بيشتغل بالحرام وبكيف بيزيدوا مصرياته بيزيد وبعدين ما ضل خلاص.